مين اللي كان السبب اللي نشر ستوري ويقول لك محدش ينام؟ توتا قرر ينزل تراك الساعه 3:45 دقيقه. شوف القادر، هو قرر ينزل تراك في الوقت ده، الوقت اللي انا كنت هنام فيه، لسه مخلص فيديو التراكات اللي نزلت بعد العيد كلها وهنام. فجاه لقيت لك بيقول لك لا ما تناموش، في تراك جديد نازل. فاحنا المفروض هندخل نشوف التراك الجديد. فانت لايكك سبسكرايبك يعني الحاجات الحلوه دي بتفرحني والله، بفرح بيها فشخ، فاعملهم يعني من باب المساعد، فساعدني بالله عليك وبس يا اسطى. يلا بينا نخش في الفيديو. مبدئيا كده لو انت ما عندكش فكره عن ايه اللي كان بيحصل الفتره اللي فاتت، فالفتره اللي فاتت المفروض دافنشي وواحد اسمه حليم كانوا بيشدين في الكلام مع ويجز، والمفروض ان دافنشي وويجز شتموا بعض بس في الدي ام، بس دافنشي قرر انه يطلع الحاجات دي للنور وينشرها كستوريز، ومن ساعتها بدات بقى الحنكشه اللي هي بين مصر والسودان. وباتيستوتا طبعا دخل في النص لانه بيحب اي منكش في الحاجات دي، والمفروض ان توتا دي مش اول مره يعملها، يعني هو مش حاشر نفسه في الحته دي كانه يستفاد منها، لا هو ده العادي بتاعه. يعني كان اي حد بيتصدر لاي حد من اصحابه او يدخل مع بيف مع اي حد من اصحابه، ريلز بقى ستوريز الحاجات دي التراكات، فدايما توتا كنت تلاقيهم في ظهره. يعني هو الراجل مش بيعمل كده لاجل المصلحه، هو الراجل ده العادي بتاعه اصلا، ان لو حد قرب لواحد صاحبه فهو بيتصدر له. دي بصراحه حاجه حلوه فشخ، انا شايفها حاجه في توتا حلوه فشخ، بس يعني ممكن يكون بيكبر الحوار شويه. فبعيدا عن تكبير الحوار ان ادتك نبذه عن ايه اللي كان بيحصل. فالمفروض اصلا بعد ده ما خلص، بعد ما المدعكه دي كلها خلصت، المفروض ان توتا وحليم، يعني سيبك من دافنشي بقى، توتا وحليم المفروض يعني دخلوا ايه منكش مع بعض كده في الستوريز وهكذا، والمفروض في بيف هيبدا. فالمفروض ان التراك ده هو ده ديس او اول ديس هينزل في البيف اللي لسه هيبدا بين توتا وبين حليم. اسمه تاج حليم او حليم تاج، ما اعرف يعني ايه الاسم ده، معلش يعني انا غريب عنك، بس يعني ما المهم يعني سيبك من توتا وسيبك من حليم تاج، احنا داخلين نسمع التراكات عامه اللي هتنزل في البيف. عايز اسمع عشان اقدر اتحنك بسرعه، فاعذرني مبدئيا كده لو في حاجه ممكن تتوه مني. مبدئيا انا لسه ما سمعتش التراك والله، انا شايف الصوره قدامي حاجه كده بالرسام، انت فاهم؟ فاحنا داخلين نشوف ايه اللي بيحصل. اسمع يا ود ابويا، اولا بصراحه انا احب احيي الراجل اللي عمل البيت، ماك ميلر، مبدع البيت جامد فشخ، والبيت سخن، والبيت مديك الفايب، ترقكت عليه باتاك، واتاك يكون محسوس، والفايب بتاعته واصله قوي. التراك بص البيت عامه عامل مهم جدا في التراك، دي مش حاجه انا اقولها لك، دي حاجه انت عارفها يعني لوحدك. فبمعنى اصح البيت ده جامد فشخ بسبب ان موصل لك نفس الفايب اللي باتيستوتا عايز يوصلها لك. فاحنا تعالى نبص بصه كده بقى على الليركس ونشوف. يا خد اقول لك حاجه، ود الفارغ ده الجوله في الكار، تقلب عزاوي عياط صعيدي ومخي يفلى الماز، لما تتكلم على السين المصري تقف تعظم ياض، يشهد علينا الله ان ترابنا تصنف اثار. مبدئيا كده هو في اول 4 مرات كده بيقول لك ايه، خد هقول لك حاجه يا ود الفار، يا ود الفار، المفروض بيكلمهم باللهجه بتاعت اخد جوله في الكار، تقلب عزا وعياط صعيدي ومخي قفل الماس، يعني الحاج هجيبه، انت فاهم يا ابوي؟ لما تتكلم على السين المصري تقف تعظم ياض، يشهد علينا الله ان ترابنا اتصنف اثار. وده بار بصراحه جامد فشخ، جامد فشخ، بيعكس اللي هو احنا عندنا اثار اكتر منكم معنى اصح. فانت يعني البار حلو قوي، البار واضح بس تحس ان ليه معنى تقيل، فعجبني بصراحه. عندي هنشعلقوك سناج وحد في توب، تيجي لزول مشنوق على رقبتك الخرطوم، قصه شاب ولقوه جوه ليبيا غويتوه، صباح بياخد فيها والزبيبه في راس ابوه. في تاني 4 بارات بقى توتا بيقول لك ايه، في عنف بقى، دي جاي يعني في عنف بقى في ال4 بارات اللي ورا معرضهم. المهم هنا بيقول لك ايه، عندي هنشعلقوه، اولا سناج وحتف طوب، تجي لي زول مشنوق على رقبتك الخرطوم. البار التاني جامد فشخ، جامد، في وورد بليه كده بالخرطوم، الخرطوم والبلد، طب الميننج باسم البلد وباسم الشيء، قصه شاب ولقوه جوه ليبيا غاويتوه، صبح بياخد فيها والزبيبه في راس ابوه. التناقض اللي بيحاول يديهولك في البار ده جامد فشخ، وبصراحه تاني 4 بارات اجمد من اول 4 بارات. فتعال نشوف بقى، لان شكل كده توتا بار عن بار بيسخن، بار عن بار بيكتب حاجه تقيله. عندي دم وبغير خلقي ده يا خنيق، بقلب طول جوه البيفه كني تستو في الوريد، فيلم العيد على الافيش تمسح النيل وكبش الجيل، دم سخن غالي ما يشرفنيش ان اكون حليم. بص بقى توتا هنا بيقول لك ايه، عندي دم وبغير خلق ضيق خنيق، عارف تحس ان في مالتي سيلابل خفيفه كده انت مش قادر تمسكها وتقول هي دي المالتي سيلابل.
ينعن. صراحه انا عاجبني قوي اول بار. بعد كده بيكمل لك بيقول لك ايه، بقلب تور جوه البيف اكني تيستو فلوريد، جامد فشخ جامد فشخ، دمي سخن غالي ما يشرفنيش اكون حليم. وهنا بيعمل وورد بلاي بين الاسم والصفه، بين اسم الشخص اللي هو اصلا بيدسه وبين الصفه اللي هو بتمثل اسمه. انت ودافنشك اصلا لاعبينها طاليه بطاليه، انت الخشبه هو البلطه ولا هو الجثه وانت الشنطه؟ مين عايز يبقى فقره؟ مين فيكم بياخد اكتر؟ عشان نطلب الشيك والكل حاسب وانا مبرطع. عامة يعني اول 12 بار كل 4 بارات جايين ورا بعض بمستوى تاني خالص ومستوى اقوى من اللي فات على طول، يعني كل 4 بارات هتلاقيهم بقوه مختلفه وبقوه اكبر. المهم بقى توتا هنا بيقول لك ايه، انت ودافنشي اصلا لاعبينها طاليه بطاليه. انا بصراحه في الفلو انا سامعها ايطاليا بايطاليا، لكن اول ما بصيت على الليركس لقيتها طاليه، وانا ما اعرفش يعني ايه طاليا، يعني ما اكذبش عليك انا ما اعرفش. انا عشان كده ما بسمعش راب خليجي لان انا ما بفهمش لهجته، فاهم يعني بجهلي من لهجتهم، عشان في حاجات كتير قوي في لهجتهم انا ما بعرفش امسكها، فمش هيبقى اللغه يعني مش هيبقى له لازمه ان انا اعمل رياكشن على الفاضي يعني. فاللي يعرف معنى كلمه طاليه بمعنى بدون هري كتير يعني، اللي يعرف كلمه طاليه تحت يكتبها لي تحت في الكومنتات. انت الخشبه هو البلطه ولا هو الجثه وانت الشنطه؟ مين عايز يبقى فقره؟ مين فيكم بياخد اكتر؟ عشان نطلب الشيك والكل حاسب وانا مبرطع. وهنا على فكره لو خدت بالك من الفلو بتاع توتا هتلاقيه فعلا بيوصف البارات زي ما هو كاتبها بالظبط، يعني هو حرفيا بيسال. انت لو سمعت الفلو هتسمع واحد بيأتاك وبيسال، ما تعرفهاش بقى عملها ازاي. جامد فشخ. 4 بارات اللي هو حتى لو انت ما خدتش بالك من المعنى او حتى مهما كان المعنى باين او واضح او تحس انه ضعيف شويه، فالقوه نفسها جايه من الفايب اللي انت سامع بيهم السبيتنج بتاع الكلام. السبيتنج بتاع الكلام مودي الليركس حتى لو كانت ضعيفه في حته ثانيه خالص. هديكوا كتير في القعر عشان طريقي صعب، برميها في ملعب غنم للاسف ملهمش طعم. بص الحته دي في المهم بص هديكم كتير في القعر عشان طريقي صعب، برميها في الملعب غنم للاسف مالهمش طعم. يعني مالهمش طعم، عادي بسيطه والمعنى واضح وبدون اي حنيكه. تعال بقى بص بقى الحته دي. هكون بشوط في الجوز بس ده مش فن، ده سريسم ويترجونا سيبهم يمشوا ان شاء الله حتى يمسوا لبعض. وانا مش هقول لك يعني ايه سريسم لان ما يعني انا اخاف على اللي بيتفرج اذا كان كبير ولا صغير ما اقولوش حاجه زي كده، لانها بصراحه حاجه مقرفه ما اكدبش عليك. الكوك حلو كده بيخليك يعني تهيج، بينفخ فيك ويقويك يعني بيحسسك انك ريل. جامده فشخ جامده فشخ يا جدعان والله. الفلو بتاع توتا انا ما توقعتوش بالقوه دي يعني. حتى الليركس ممكن اقول لك الليركس عاديه، ممكن اقول لك التراك كله عادي، بس التراك جبار يعني. ما ينفعش اقول على الليركس عاديه مع انها ممكن تكون مش بالقوه اللي انت منتظرها او في بارات مش بالقوه اللي انت منتظرها، بس فعلا الفلو بتاع توتا فارق جدا فارق جدا حتى لو الكلمه صعبه او الكلمه كبيره، فجامده فشخ. بس لما بظهر ليك كل ده قدامي بيسيح، هفضل ادب واضرب فيك وتهرب زي الجنجويد. انا ما اكدبش عليك جردر ما اعرفش يعني ايه الجلوجيد، او ممكن اقول بقى غلط اصلا او ممكن يكون مش مهم، بس ما اعرفش يعني ايه الجلوجيد. شوف بقى توتا هنا بيقول لك ايه، المصايب مش ببقى صايم، صعب تلاقيني في يوم عويل، باخد بعضي وابقى رايح للي نفسه يكون قتيل، وافضل انادي واقول يا عالم عايز اشوف دكر في السين، عشان قلبي على اخواتي اسرع من الدعم السريع. في المصايب مش ببقى صايم، صعب تلاقيني في يوم عويل، باخد بعضي وببقى رايح للي نفسه يكون قتيل، عشان هيكون قتيل انت فاهم، اللي نفسه يكون قتيل. هنا بمعنى اصح البرده جامد فشخ وقوي، بس ركز فيه كده وهو بيقول حتى توتا بيقول لك باخد بعضي وببقى رايح للي نفسه يكون قتيل، لانه هيكون قتيل بمعنى صح. وافضل انادي واقول يا عالم عايز اشوف ذكر في السين، عشان قلبي على اخواتي اسرع من الدعم السريع. وهو ده اللي قلت لك عليه في بدايه الفيديو على توتا، ان توتا ما بيحشرش نفسه بحاجه زي كده مش عشان عايز منها مصلحه، مش عشان هم رابر او هو رابر فممكن يستفاد بحاجه زي كده. بالعكس توتا يعني انا كان ممكن اقول لك عليه حاجه زي كده، ولكن توتا انا شفت منه كده زمان ايام ما كانش لسه اصلا عندهم فيوهات، ما عندهمش مشاهدات، كان العنتيل فيهم كان بيجيب 5000 او 10000 مشاهده، وده اللي هو كان بيبقى نجم ساطع يعني، ده اللي هو كان بيبقى بالنسبه لهم امينه من العرب، ما كانش فيه مشاهدات اصلا. توتا كان بيعمل كده من زمان يعني، دي مش حاجه جديده عليه او حاجه اللي هو بيدخلها عشان يستفاد منها. فبس يا زميلي يعني لحد كده احنا خلصنا الفيديو. فيعني انا تعبان، فيعني انا تعبان قوي والله العظيم، تعبان وما نمتش بقالي 3 ايام وعينيا حمراء ولسه اروح اكشف. يا بص حوار كبير مش عايز ادخلك فيه، انا بس بديك الفيديو بديك التراك بديك اعمل لايك اعمل شير اعمل سبسكرايب. انا عايز اروح انام بجد والله العظيم، انا محتاج انام. اعمل لايك اعمل سبسكرايب اعمل الحاجات الحلوه دي يا اسطى، والله العظيم اكون شاكر ليك جدا. ولو تقدر تسلفني $1,000,000 اكون نفسي واحاول اتجوز، والله العظيم اكون بحبك فشخ. القاك في وقت اخر في فيديو نازل. التراكات اللي نزلت بعد العيد انا لسه مخلصه اصلا، بس المفروض برضو ده هينزل قبل ده. فانا انا جايب جاهز. سلامة.